الذين وقفوا معكم، الذين كانوا قد وقفوا معكم أو تفاهموا معكم عند انطلاقة المسيرة. دعونا نبدأ بالقضايا السريعة ثم نأخذ القضية المفصلة. بالنسبة لتعيين متعب، تعيين متعب متوقع، يعني لا أقصد تعيين متعب رئيسا وزيرا بالذات متوقع، إنما متوقع أن يرقى متعب لمستوى معين يهيئه لمسؤولية قريبة من الملك. لا، واضح جدا أن خالد التويجري ومتعب يتآمران لقفز الحواجز، قفز هذه الحواجز الصعبة، تجاوز الجيل الأول. الجيل الأول لا يزال في مجموعة من الأمراء بصحة جيدة 2-3 تقريبا، وبقياسات العائلة الحاكمة مؤهلون لقيادة البلد. وحتى الجيل الثاني فيهم هناك ناس بقياسات العائلة أكثر كفاءة من متعب، ولكن لأن والده ملك ولأن خالد التويجري لديه معظم خيوط إدارة البلد، فالفرصة مهيئة لأن تتخذ قرارات تجعل الطريق معبد لمتعب لأن يصل إلى مسؤولية الحكم. من هذه القرارات إزاحة أحمد بن عبد العزيز وتعيين شخص من الجيل الثاني اللي هو محمد بن نايف، حتى لا يبقى وزير داخلية فيكون مهيأ للنائب الثاني، يبعد من الوزارة في وقت مبكر. القرار الثاني تعيين مقرن، ومقرن شخصية ضعيفة أدى إلى البلوك، أدى إلى إغلاق الطريق أمام أحمد أو غير أحمد من أبناء عبد العزيز، من ضمنهم حتى تركي. بحسابات العائلة الحاكمة تركي وأحمد أكثر تأهيلا من تركي وأحمد وطلال، أكثر تأهيلا من مقرن يعني لا في العيري ولا في النفير. فإذا هذا القرار الثاني اللي هو تعيين مقرن. القرار الثالث هو إزاحة خالد بن سلطان عن نيابة الدفاع، لأنه واحد من الشخصيات من الجيل الثاني التي يمكن أن تنافس متعب، وأتي بشخص ليس من آل سعود، ليس من آل عبد العزيز، من آل سعود لكن من جناح ثاني من أخوان عبد العزيز، وهذا يعطيه ضعف لأنه ليس صاحب سمو ملكي، ليس مؤهلا للملك، كان سببا في إقصاء خالد. وفي نفس الوقت هو قريب من التويجري لأن بينهم نوع من أنواع الرحم، فأصبح بمثابة جاسوس للتويجري ومتعب في وزارة الدفاع. الآن ما الذي يمكن أن يحصل بعد ذلك؟ ممكن يقال سلمان يقال من وزارة الدفاع بحجة أنه يتفرغ لولاية العهد أو حتى بظروفه الصحية، فيعين فهد العبد الله هذا الشخص الضعيف في الدفاع، فيكون الدفاع انتهى ولم يبقى إلا محمد بن نايف. محمد بن نايف يمكن يعين معه مساعد أو نائب، واحد من العائلة الحاكمة مقرب جدا من متعب، فيكون بمثابة الجاسوس أو الشخص المحيط بمحمد بن نايف، ثم يصدر أمر ملكي بإحالة الصلاحيات عليه، فتقلص صلاحية محمد بن نايف إلى أن يطفش ويجبر على